انساب وليه تنربط يلي في ظهرك جناح. انطلق، انت ليه واقف مكانك؟ حركتك بطيئة جدا، اهدى بس يا عم الطيار. ما ينفعش نسأل السؤال ده بدون ما نشوف تفاصيله. يعني بداية السؤال بتقول ليه تنربط؟ هل بقى الحبال كلها زي بعضها؟ ما تبقاش انت مربوط بخيط رفيع فتفك وتقدر تطير، وبعدين تروح لواحد مربوط بجنازير وتقول له انساب وليه تنربط؟ ده يبقى ظلم. حتى عايز اقولك ان ظروفنا مش زي بعضها، كل واحد فينا مسؤولياته بتختلف عن التاني. في ناس مربوطة بحبل واحد وجناحها سليم، وفي ناس مربوطة ب60 حبل وجناحها متنتف منه الريش في محاولات سابقة للطيران. بالمناسبة انا مش بقولك الكلام ده علشان تلاقي حاجة ترمي عليها قلة حيلتك، احنا متفهمين صعوبة انك تفك كل الحبال دي وتطير، لكن ايمانك بانك في يوم قادر تفكها هيخليك تفك حبل حبل وتداوي جروح جناحاتك وتطير لأبعد مكان في الكون.